بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم على جديدة من قناة احترف اكسل مع ممدوح. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن استخدام جديد للاكسل، وهو استخدام دالة الترتيب. الدالة دي بنحتاجها كتير في الشغل، في تحديد مثلا لو انت عندك مديرين مبيعات، كل مدير ماسك منطقة معينة، فعايز تعرف خلال الشهر او خلال السنة ترتيب المبيعات او ترتيب المنطقة في المبيعات، وبناء عليه بتاخد قرارات هل تسوق في المنطقة دي اكتر او تعمل شغل فيها اكتر. فالترتيب مهم جدا حتى في ترتيب السيلز. المبيعات باع في الشهر ده هو اكتر واحد، اول واحد. في بعض الشركات بتحط حافز لاول 3 اكبر مبيعات مثلا او كده. فالدالة دي مهمة جدا، وهنشوف هنستخدمها ازاي. دلوقتي انا عندي شيت مثلا مدير مبيعات، وعندي اسامي الناس دي مديرين في خلال ال4 سنين دي، وعندي الاجمالي، فعايز اجيب الترتيب العام بتاعهم خلال ال4 سنين دول. فهاجي استخدم دالة اسمها دالة رينك. اول حاجة في طريقتين. اول حاجة في طريقة ان انا اكتب المعادلة، او طريقة ان انا اعمل لها insert function، وهاجي اختار رينك. انا لو ما لقيتهاش من هنا بكتبها في المربع دوت وبدوس جو بيجيبها لي على طول. فهو هاجي هنا بيقول لي انت عايز النمبر اللي هو انت بناء عليه هتختار مثلا في الاجمالي الترتيب بتاعك، البيان او الرقم اللي انت هتاخده من الاجمالي. فهدوس مثلا في اول خانة على الاجمالي هنا، والريفرنس بتاعك او المرجع بتاعك هو العمود ده، وهدوس F4 واقول اوكي. تمام، واروح واخد دي سيلكت كده لحد تحت. دلوقتي طلع لي الترتيب ان احمد ممدوح ده التالت، هشام اسلام الاول، محمد علي التاني، وهكذا. طيب ده لو انا جيت مثلا، ده اول طريقة اللي هو insert function. ممكن نعملها نمسح ده كده يا جماعة تاني، ونكتبها بايدينا بيساوي رينك، وهاجي اعلم هنا واعمل الفاصلة المنقوطة سيمي كولوم، وهعمل الريفرنس بتاعي اللي هو ده، وهقفل القوس واروح مثبت دي، مثبتها عشان لما اجي انزل اخد السلكت بتاعي ما يتحركش، ما ينزلش معايا. فهعمل F4 وادوس انتر واروح عامل سيلكشن واروح نازل. طيب لو جينا هنا بصينا مثلا خلال الشهر ده، خلال الشهر بقى جينا النهارده كنا منفذين كده، جينا بكره بقى رحت انا مثلا احمد ممدوح راح منفذ كمان 40,000 جنيه، بقى 40,000 جنيه بقى التاني، ومحمد علي بقى التالت. جه هشام اسلام راح منفذ ب22,000 جنيه. المهم يعني ان هو الترتيب بيتغير، بيحصل لك ابديت كل ما يضيف او كل ما تعمل تبيع اكتر او تحصل احداث، فالترتيب بيتغير. بيبقى مهم جدا في تحديد المستوى او الاداء بتاع المديرين. وده كان موضوع حلقتنا النهاردة، ويا رب يكون الموضوع بسيط وسهل، ويكون عجبكم الفيديو. وما تنسوش فضلا وليس امرا دعم القناة بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك والشير. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.